تخيل يا صديقي في يوم وليلة تلاقي نفسك فجأة مسؤول عن كل حاجة لوحدك، البيت، الأولاد، قرارات، المذاكرة، حتى العواطف، علشان من اللي كانت دايما جنبك راحت، بس قبل ما تمشي كانت سايبة لك دليل، مش رسالة ولا وصية، لا ده كتالوج كامل للتعامل مع كل حاجة. مسلسل كتالوج بيحكي عن أبوة حقيقية، وعن أب بيكتشف نفسه من جديد، وعن حب ما بيخلص حتى بعد الموت. بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور. كتالوج دراما إنسانية هتغير فكرتك عن الأبوة والحب والخسارة. حكايتنا بتبدأ مع يوسف القاضي، رجل أعمال شاطر، بس شاطر في شغله وبس. حياته كلها كانت ماشية في خط واحد، شغل وبس، وسايب أي حاجة تانية على مراته أمينة. كانت شايلة الحمل كله، كانت الأم والمربية والسند والعقل اللي بيوازن كل حاجة في البيت. وبعد وفاتها كل حاجة وقفت، ويوسف مش عارف يعمل إيه. بس أمينة كانت يوتيوبر وعاملة قناة اسمها كتالوج أمينة، فيها سلسلة فيديوهات مصورها بنفسها، مش بس ذكريات، لا ده كتالوج كامل إزاي تربي أولادك. كل موقف، كل أزمة، كل لحظة كانت متحضرة من أمينة لأنها عارفة إيه اللي هيحصل بالظبط. الكتالوج مش مجرد دروس في التربية، ده حب من نوع تاني، حب بيكمل بعد ما الشخص بيمشي. يوسف بيكتشف نفسه لأول مرة، بيفهم أولاده، ويمكن بيحبهم بجد لأول مرة. وكل مرة بيشغل فيديو من فيديوهات أمينة بيتغير حاجة جواه. يوسف مش بس أب، ده حد فقد حد بيحبه ولسه بيحاول يعيش، عن الوجع اللي مش باين، عن التفاصيل الصغيرة اللي بتقلب حياتنا. كل حلقة فيها ضحكة، فيها دمعة، فيها لحظة هتخليك تفتكر حد كان عزيز عليك. انت هتعيش يا صديقي مع مسلسل 8 حلقات ما فيهوش مط ولا زياده، كل حلقه فيها لغز، وكل شخصيه وراها قصه، كل لحظه ليها معنى. تحس انك بتتفرج على روايه مكتوبه باحترافيه، مش مجرد مسلسل. بس السؤال هنا، لحد امتى يوسف هيفضل ماشي بتعليمات امينه؟ وهيعرف امتى ياخد قراره؟ وهل الفيديوهات دي هتساعده فعلا، ولا هتخليه متعلق جواه مش قادر يسيبه؟ بس الاهم من ده كله يا صديقي، كم اب فينا مقصر مع اولاده؟ كتالوج دلوقتي متوفر على نتفليكس. ولو وصلت لغايه هنا يا صديقي ما تنساش تعمل متابعه عشان نقولك يفرق معانا، ولايك وشير، وقول لنا في الكومنتات ايه رايك في المسلسل. وسلام.